التهوية، يعني مثلا لو عندي الهواء في المنور مش نظيف ما ينفعش اخد انتيك من المنور، يعني ما ينفعش افتح شباك التهوية واشغل الشفاط عشان هيبقى الانتيك بتاع الهواء من المنور، فلازم اعتمد على مصدر فريش اير زي ما قلت، هبقى برمي فلوس على الارض. التهوية، الامريكان كيتشن ده غالبا بيكون مع ديرتي كيتشن وبيتعملوا تهوية كويس جدا، او الامريكان كيتشن ده اصلا في الاساس معمول عشان يتعمل في استوديو صغير او مكان الطبخ فيه مش اساسي، فالامريكان كيتشن غالبا ما بينفعش في عاداتنا في الطبخ قوي، بيكون صعب شويه. طيب عملت امريكان كيتشن لازم اهتم جدا بموضوع التهويه في المطبخ عشان نظافه البيت كله وتقليل انتشار البكتيريا. مهم جدا تختار الاير فلو او مصادر التهويه في البيت، لان الهواء اللي بيخرج ده لازم يكون هواء داخل مكانه، والهواء اللي داخل مكانه ده لازم يكون فريش اير او هواء نظيف. يعني مثلا لو عندي الهواء في المنور مش نظيف ما ينفعش اخد انتيك من المنور، يعني ما ينفعش افتح شباك التهويه واشغل الشفاط عشان هيبقى الانتيك بتاع الهواء من المنور، فلازم اعتمد على مصدر فريش اير زي ما قلت. في الحاله دي لو اشتريت الشفاط المدور اللي بيركب في الحيطه ده اتجاهين يبقى انا كده برمي فلوس على الارض، احتاج ادخل هواء من مكان فريش اير، ما ينفعش يكون منور عندي في ريحه مش كويسه واشتري الشفاط اتجاهين مش هشغله، هبقى برمي فلوس على الارض. وده السبب اللي بيخلينا نحط المطبخ في الناحيه القبليه من البيت عشان الاير فلو والانتيك والاكزوست للمنور ده في الاصل من فكره ملائف الهواء اللي هو زي بير السلم بيطرد الهواء لفوق. طيب حد يعرف ليه زمان كانت الأسقف عالية والمساحات كبيرة ودلوقتي لأ؟ لو تعرف اكتب لنا في الكومنتات. اللي جاي ملوش زي.